السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم طبق كشري. يعني بصي شكله بيتحدث عن نفسه. هتبقي من احلى 10 بيعملوا كشري في مصر، حرفيا هتبقي من احلى 10 افراد بيعملوا كشري في مصر، بجد مش هزار. هتشوفي معايا الطريقة بالتفاصيل، وهقولك كل حاجة تخلي معاكي الكشري احلى من اي حد بيعمل كشري. شايفين البصل ده؟ هقولك برضو عملته ازاي وعملته بايه. تابع معايا الفيديو للاخر وان شاء الله هتستفادي وهتعملي احلى طبق كشري. وبصراحة الكشري ده لا يقاوم، كل الناس بتحبه يعني حرفيا. انا هنا نقعت الحمص والعدس من بالليل. نقعتهم بالشكل اللي انت شايفاه ده وسبتهم على. مش هنسلق العدس خالص علشان ما يعجنش معانا واحنا بنحطه على الرز، عشان انا هحط الرز والشعرية والعدس على بعض. هتشوفي معايا الطريقة بالتفاصيل وهقولك كل حاجة تخلي معاكي الكشري بالشكل اللي انت شفتيه ده واحلى كمان. تمام كده. يبقى هنا نقعنا الحمص والعدس وسبناهم، جبنا بقى البصل. انا عندي بصراحة الكيتشن بتاع كنود ده فيه كل حاجة، فيه الحاجات اللي بتبشر والحاجات اللي بتعمل بصل ومحضر طعام يعني. فعندي القطعة دي ببشر بيها البصل علشان اخليه بالشكل اللي انت شفتيه ده، عشان يبقى يعني سمكه رقيق كده ويبقى مقرمش قوي معايا. لو ما عندكيش هتجيبي سكينة وتقطعيها برضو بنفس السمك على البلانشة. لو ما عندكيش الآلة دي، في آلة كده في المبشرة. الحتة دي بتبقى في أي مبشرة عندك هتعمليها بيها. تمام كده. هيبقى معاكي بالشكل ده، هتنزلي عليه بمعلقتين من الدقيق ومعلقة من النشا، ومعلقة واحدة بس علشان ايه؟ ما يبقاش ناشف جدا معاكي. احنا مش هنخشبه يعني ولا هنجبسه، احنا هنخليه مقرمش عشان يبقى مقرمش كده وانت بتاكليه يبقى دايب كده في بقك. تمام. يبقى معلقتين دقيق ومعلقة نشا، وهنقلبهم كده على البصل والزيت معانا بيسخن. وكمان مش زيت كتير، وكمان الزيت اللي انت هتستخدميه ده هتستخدميه في كل الكشري اللي انت عملتيه. هيبقى كشري اقتصادي مش واخد زيت كتير ومش متكلف. وهتبص تلاقي نفسك عملتي كمية محترمة. شايفين انا حمرته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهوريكم هو ازاي قد ايه مقرمش وقد ايه يعني. شايفة؟ هتعمليه بمنتهى السهولة. شايفين شكله عامل ازاي؟ والله يعني تحفة تحفة يا بنات، جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. شايفة حتى الحتة البيضة ازاي مقرمشة؟ خلاص احنا كده عملنا البصل. تعالوا بقى نعمل الرز بالشعرية. الرز ده هنعمله هنحمر الشعرية في زيت البصل. هتحطي شوية زيت من زيت البصل وهتقلبي الشعرية لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده. يعني هيبقى ذهبي غامق شوية زي ما انت شايفة كده، عشان الكشري بيحب الشعرية تبقى ايه لونها ذهبي شوية. تمام. وهننزل بقى بالرز ونقلبه، ولما الرز يتقلب حلو قوي مع الشعرية والزيت، هننزل بالعدس اللي احنا نقعينه ومش سلقينه. ما تسلقيش العدس عشان هيبقى شكله مهري كده معاكي ومش حلو. وكمان وانتي بتحطيه على الرز هيعجن اكتر فهيبقى شكله مش حلو خالص. عايزه رز وشعريه وعدس مفلفلين، اعمليهم بنفس الخطوات اللي انا بقولك عليهم وهتاخدي احلى نتيجه ان شاء الله. انا هنا قلبت الرز والعدس كويس، قلبت الرز والشعريه كويس اوي، نزلت بالعدس وهقلبهم برضو ياخدوا تشميعه، بحيث ان كل الخطوات دي بتخلي معايا الرز والعدس كده مفلفلين وشكلهم حلو قوي. وانت بتاكليهم كده بتحسي بطعم كل حاجه لوحدها، ما بتحسيش ان انت بتاكلي حاجه معجنه وانت مش عارفه انت بتاكلي طعم ايه على ايه. لا، الخطوات دي مهمه جدا ولازم تمشي عليها علشان يديكي نتيجه حلوه جدا. وان شاء الله تعملي احلى طبق كشري وتسلم ايدك. كده خلاص احنا حمرناهم مع بعض او اديناهم تشميعة، وهننزل عليهم بالمية المغلية. واهم حاجة تكون مية مغلية من الكتل زي ما انت شايفة كده، عشان لو مية ساقعة هتعجن معاكي، هيعجن الرز والشعرية والحاجات دي هتعجن معاكي، لان المية على ما تغلي هتاخد وقت. طب وعلى ايه الكتل جنبنا كده، وهنحط الكتل فيه شوية مية وهنغليهم، وهننزل بالمية على المكونات بتاعتنا. وبعد ما يتشرب هيبقى بالشكل ده معاكي. شايفين مش معجن ازاي؟ يعني كل واحدة لوحدها. وشايفين عامل ازاي؟ يعني تعرفي هو ناجح من ايه؟ ان انت وانت بتقلبيه بالمعلقة كده ما يلزقش في المعلقة. هنا بقى خلاص خلصنا الرز والعدس والشعرية. هنعمل المكرونة. معانا 3 انواع من المكرونة ومعانا برضو مية مغلية.
هنا انا حطيت الميه المغليه وهنزل بالثلاث انواع اللي انا هوريهم لك دلوقتي دول، مكرونه سباكيتي ورفيعه واي نوع تاني يعني انت تفضليه او تحبيه. ممكن تعمليها بنوعين بس عادي على حسب ما تحبي، يعني مش هتفرق كتير، بس انا هعملها بالثلاث انواع دول. هنا انا كانت الميه غليت معايا، نزلت بالثلاث انواع مكرونه وهقلبهم واسيبهم يستووا، يعني يستووا كده يبقوا مستويين، يعني المكرونه تبقى مستويه وهصفيها وهرجع الحله تاني، ومن نفس زيت البصل يا بنات هحط شويه وهخليهم يسخنوا كده وانزل عليهم بالمكرونه. ده اولا بيخلي المكرونه يفضل شكلها كده حلو وبيلمع، وثانيا بيبقى طعمها حلو، وثالثا وده الاهم ما تعجنش مهما قعدت، يعني لو هتقعد لحد بالليل لحد تاني يوم المكرونه عمرها ما هتعجن بالطريقه دي. تمام كده. انا هنا كانت المكرونه استوت معايا كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، صفيتها ورجعت الحله على النار، حطيت من نفس البصل والفتافيت اللي هي لونها ذهبي دي فتافيت البصل ما تقلقيش يعني. شايفين انا نزلت كده المكرونات بتاعتي وهقلبها واركنها لحد ما اخلص كل المكونات بتاعه الكشري. يعني بجد مش قادره اوصف لكم ان هو احلى طبق كشري حرفيا والله. خلاص كده سلقنا المكرونه وجهزنا الرز وكله تمام معانا. هنا ضاربين كده شويه توم في الكبه حلوين، اخدنا منهم شويه للصلصه، واللي اتبقى كده معلقه هنعمل بيها دقه الكشري، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن معلقه توم كبيره وكوبايه ميه ونص كوبايه خل، عشان خل هاينز ده مركز قوي يا بنات، وده بقى عندي من قبل كده، عشان لو هو مقاطعه هو ده عندي من قبل كده. وهننزل بعصير 3 ليمونات كبار، وهننزل بمعلقه ملح ومعلقه كمون ومعلقه كزبره، وهنقلب وندوق نشوفه طعمه ايه لحد ما تحسي بالطعم اللي انت عايزاه. كده خلاص هتبقى جاهزه معاكي، وهي هتبقى من احلى الحاجات اللي هتعمليها للكشري. شايفين شكلها عامل ازاي وطعمها يجنن وخطير ان شاء الله، ايه لما تجربيها تعجبك. شايفين شكلها عامل ازاي؟ المهم هنا انا كنت حاطه التوم يستوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، برضو بزيت البصل، يعني انا اشتغلت في الكشري كله بزيت البصل. حطيت شويه من زيت البصل ونزلت عليهم بمعلقتين كبار من التوم زي ما انت شايفه كده، واول ما اخدوا اللون الذهبي نزلت بمعلقه من الكمون ومعلقه من الكزبره. شايفين اول ما اخدت اللون الذهبي ده معايا نازله اهو ده كمون، وهنزل بزيها معلقه كزبره وهقلب وتشمي كده. خلاص انت كده عملتي كشري واحلى كشري كمان، وهتشمي الروايح كده، كل اللي هيدخل بيتها يقولك انت عامله كشري. وهتنزلي بشفشق الطماطم دول حوالي 6 طماطمات كده حلوين، او 7 او 8 على حسب ما انت بتحبي الصلصه قد ايه، او على حسب كميه الكشري اللي انت عاملاها. لو عايزه تحطي شطه حطي، لو عايزه تعملي شطه زيت اعملي. هنا خلاص كانت اتسبكت الصلصة بالشكل ده، صلصة الكشري يعني. هظبط بقى الملح بتاعها وهحط لها نص معلقة من السكر، وده كمان بيعادل حموضة الطماطم، بيبقى طعمها رهيب. صلصة الكشري ما بنحط لهاش خل، بالعكس احنا بنظبط طعمها علشان ما يبقاش لاذع ويبقى كده مزز. لا كفاية الدقة اللي احنا عاملينها بالخل والثوم. الخل كله بيبقى في الثوم ده، لكن صلصة الكشري الصلصة نفسها الحمراء ما بنحط لهاش خل، بالعكس احنا بنظبط طعمها بنص معلقة من السكر، وهيبقى معاكي احلى طبق كشري حرفيا. شايفين شكله عامل ازاي؟ والله يا بنات انا مش قادرة اقول لكم يعني كان طعمه عامل ازاي، وكل اللي كان بيدوقه كان بيقول لي تسلم ايدك، وجربوه ان شاء الله يعجبكم جدا. نسيت حاجة بسيطة بس، الحمص انا سلقته بشوية ملح وكمون وفصين من الثوم وحطيته كده بالشكل ده، كان طعمه برضو خطير. جربوه ان شاء الله يعجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم. باي باي.